ايه كل الهجوم اللي حاصل على حسام حسن ده هجوم مش مفهوم ومش منطقي ومش مبرر خالص. احنا بنتكلم عن اسطورة كرة قدم، لاعب كتب تاريخ ومدرب استلم منتخب تايه وابتدى يرجعه للطريق الصحيح. حسام حسن صعد منتخب مصر لكأس العالم، وصعد منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية، وبيقدم أداء محترم جدا وثابت. انت دلوقتي ما تغلبش في ولا مباراة رسمية واحدة. طيب نسأل السؤال المهم، ايه اللي مطلوب من حسام حسن اكتر من كده؟ عايزينه يكسب كل ماتش 5-0 ولا يرضي الناس معينة، ولا يمشي على مزاج اصحاب المصالح؟ الحقيقة اللي محدش عايز يقولها ان في ناس مش عايزة منتخب مصر ينجح الا لو النجاح على مزاجهم. ناس اتعودت ان المنتخب يبقى ساحة لمصالح، وان الكراسي تفضل ثابته، واي حد جاي يشتغل بضمير ويتكلم بوضوح لازم يتحارب. حسام حسن مش مدرب صالونات، ولا بيعرف يجامل، ولا بيحب يمشي جنب الحيط. حسام حسن راجل صريح، بيشتغل وبيحب شغله، وبيحط مصلحة المنتخب فوق أي حدود. وده بالظبط اللي مخوف ناس كتير. هجوم عليه مش علشان النتائج، ولا علشان الأداء، ولا علشان الأرقام. الهجوم عليه علشان مش تابع ومش قابل